انا جابت لي سروالها، احنا نعملوا اليكات ونعملوا سروال، فهمتوا عليا؟ هذا سروال وزيد نعملوا له اليكات تاعو اونسامبل كيف بيان سور تاع خرجه. واش نزيدكم؟ القياسات نتاع السروال ما خديتهمش لانه جابت هي السروال هذا قالت كيجيني بيان ديروا لي عليه. هذه حاجه. الثانيه لاليكات تجي لي مونج تاعها طوال بالديكور ديكوراسيون ماشي حاجه كبيره كيما هكا برك، والقماش منه فيه كلش فيه شغل اليكات وسروال ومعه الحزام بيان. فهمتوني؟ نعم. شوفوا معايا هنا، قبل كل شيء طبقوا القماش بالطول، يعني طبقوا القماش تاعكم بالطول. هاي الجهه المفتوحه والمغلقه، يعني ها القماش درتو بالطول على 2 وزدت طبقته على 4. ها كيما راكم تشوفوا فيه. فوالا شوف هذه الجهه مغلقه الاربعه. علاش؟ باش السروال تاعكم هذه كل شوفي هذه فرصه ليكم انتم مبتدئات، يعني عندك سروال اش بدي ديريه تخدمي بيه سروال واحد اخر عادي جدا، ني تفاصيل ني باترون ني ادخل وخرج. شوفوا معايا مليح، هنا لازم يكون السروال ما فيش خياط على الجنب بهذا الحال كيما هكا. واش راح نزيد انا هنا؟ نعملوا حساب لاستيك، هذه اول حاجه. نعملوا حساب لاستيك تاعنا بهذا الشكل. قداش راح نزيد؟ راح نزيد 10 سنتيمتر، نهبط شويه برك. لاستيك تاعنا عريض على حسب لاستيك، وفي نفس الوقت ماذا بيا نوكل 1 سنتيمتر نتاع الخياطه نعملوا حسابها. هاي 10 سنتيمتر تاعنا. فوالا رودي نقصي الصوت. فوالا هاي 10 سنتيمتر. طلعي سروالك على 10 سنتيمتر. شفتي شحال زدت؟ زدنا 10 سنتيمتر. هاي نجيب لهنا. واش راح نزيد انا من هنا؟ هو السروال قلت لك يجيني مليح. راح نزيد من هنا 3 دوا، من زياده 3 دوا على اسبوعين راح ندخل فيهم الخياطه، والثانيه راح تجي في الزياده يعني قماش، لانه هذا القماش ديجا مشرب ومغسول وكل شيء. نعملوا حسابه كنا ندير 2 دوا، ناكل اسبوع ونخلي اسبوع كيف كيف تصلح، بصح نحن نخاف انا نخلي 3 دوا. شفتوا هذه خرجوها بيان من هنا. دوك نقرب لكم الكاميرا. هلا انتبهوا معايا مليح، قلنا من نزيدو هاي 3 دوا. فوالا ولا بالمتر ريبون ديرو 5 سنتيمتر. نوصلوا هنا وطلعي 3 خرجها مع زياده 10 سنتيمتر. ها بهذا الشكل. ها ونطلعها. اوكي وصلنا لهنا. تقولي نديرها قدها ولا نطلعها؟ لا، طلعي عليها شويه هنا مامبا. هاي هذه هاو المنتصف تاعها قد انا احنا نبدا نديرها من هنا. هاو المنتصف هذا المتوازيه، يعني ما هذا المثلث اللي يجي من تحت احنا نطلع فوق منه 1 سنتيمتر ونبدا نخدم ونهبط. قلنا 3 دوا ونكمل بيها 3 دوا حتى لتحت بهذا الشكل كامل كامل كامل. الطول نفس الشيء، الطول راح نزيد 10 سنتيمتر. فهمتوني؟ الطول نفس الشيء نزيدو 10 سنتيمتر. انا دوك نقص ونوصل للطول ونعرفين كيفاش غير باش ما نبانش. حبشي ربي دير ريحه. شوفوا معايا هنا قصيت دوك نطلع نوري لكم قداش راح نعملوا الطول تاعو. باش نديرو؟ نبداو بالسروال بالدمه. علاش؟ باه نحيو علينا السروال ويقعد لنا نخدموا به لاليكات تاعنا في غردنا هكا فيها روتوش هكا. قلنا نزيدو 10 سنتيمتر. هاي العشرة تاعي فوالا تروح في الخياطه. في نفس الوقت نخدم بالمرتاح. نحي هذا بيان سور. من بعد 2 دوا نتاع لاستيك يتقلب ويجي هاك. فهمتوا؟ تعطينا احنا هنايا هذه القطعه الاولى وهذه القطعه الثانيه. خيطوا. انا نخيط هك ديما نبدا بهذه. نخيط هذه الاولى، خيطوا من هنا خليهم كيما هكا الوجه مع الوجه. بدو خيطوا هذه الجهه الاماميه. ها هي هذا السروال كلاسيك باللاستيك ماشي محتم ديري الظهر اكبر من الامام ولا فاهمين عليا. هنا هذه الجهه هذه تتخيط الاولى ونجيبوا الجهه الاخرى
نفس الشيء نخيطوها من هنا. حاجه واحده برك اللي هي باش نعملوا الامام، وش هي باش نعرفوا حنا نديروا الامام تاعنا مع نوع كلاسيك بلاستيك. ماشي ضروري تعمليها كي يعود السروال بالسبته، نخدموا ديما الظهر اكبر من الامام فقط، ونهبطوا هنا. شوفوا شحال حنهبط 1 سنتيمتر، ها يعني صباع. ونروح حتى دورة الحزام. ها هذه باش من بعد كي تتخيط وتقلبيها تعرفي منها الامام. هذه راح تجي حاشاكم الجهه اللي تجي من الامام. نجيو هنا للقماش، ها هو على 2. هاي حاشيه القماش بحاشيه القماش. واش راح نبدا بالليمونش. شوفوا كيفاش نطبقوا. راح نحي مابا 2 سنتيمتر. نقول لك علاش 2 سنتيمتر، يعني راح نخلفها بالفولون اللي راح نحطوه. ها عملوا حسابنا من بعد راح نعملوا دوبل فولون، يعني 2 قطعات تكون فيهم حوالي 2 دوا. نعملوا واحده هنا والاخرى فوق منها، يعني حيجيو 2 فوق بعضهم حلوين. فوالا شوفي حنا نحيو لي مانش على جنب. دركا من الشيت نشوفوا الشيت هذا. من الشيت اللي عندي نحاول نعمل لها كيما حكينا. سنطبق هذا الشيت اللي عندي ونشوفوا كيفاش عندي. شوفوا هنا درت 2 قصر شريطين، عرض تاعهم 5 سنتيمتر، والطول طبعا زياده 30 سنتيمتر. 30 انا هذا من تحت 16 وهذا 30. عملت زيد شريطين اخرين نفس القياس، بصح لازم نقص منهم حوالي 1 سنتيمتر. علاش؟ باش نديرهم 2 فوق بعضهم ما يجيونيش قد بعضهم. لازم واحد يكون اصغر من واحد. هكا حبت وهكا ندير لها. مجرد اقتراح بسيط وعجبها ونكملوا به. فوالا يعني تجي هادي فوق هادي هكا، يجيو عاملين شوشو هنا في يدها لهنا. جينا هنا حبوباتي طبقت لكم القماش نفس الشيء على 4، يعني هنا الجهتين الاثنين مغلق. بيان درت الكتف 20 سنتيمتر. دورة الصدر هي 100، صافي نديو 25 سنتيمتر، قلبتها 28 مع الزيادة. عندي هنا 88 دورة الحزام، درت 22 وزدت 25 مع الزيادة، 25 24 الاخر. الكوبي تاعها هي طول الحزام 38، انا درت 39 حق 1 سنتيمتر تاع الخياطة. ها هذا الشكل ونفص. يخي قلت لكم هي جابت 3 متر وربع. شوفوا معايا مليح واش راح ندير به. شوفوا على 2 ها الطول تاعو. درك انا راح نخدم بالعرض، ندي العرض الكل، ماهوش حنديرو كامل بس كان مازال عندي. اول حاجه قلنا الحزام، ومازال عندنا لي فولون كيما راكم تشوفوا فيهم في الصوره اللي يجوا في الكتفين. طبقتو فالها 4، يعني ها شوفوا معايا ها على 2 زدت جبت بالعرضه. ما كانش بالطول، دوك انا نسحق العرض باسكو هي حبات ستيل برانسيس. حابه لاريكيت اوكي عامله الكوبي، وفي الكوبي تاعها كيما راكم شفتوه في الصوره عامل البليات بيان سور. انا كاتبه هنا الطول، يعني طول الكلي 78. هاي 78 طول كلي تاع لاريكيت، فاهمين عليا؟ درك انا واش راح ندير؟ نحط هنا نحيو 38 اللي حنا درناها باش نديرو الكوبي طول الحزام. وين 38 ها هي، ونبدا قداش قلنا 78 79 غندير لها 80 ونخليها تقيس براحتها. فوالا ها نفس الشيء 80. فهمتوا عليا؟ تما حنحطوا لهنا ديما نحيو الكوبي نطيشوه ها والكوبي تاعنا، واللي يبقى نقصوه. فهمتوا؟ درك انا راسي انا 80 نقص 80 واللي يقعد لي ندير به هذوك الفراشات، كم الفراشه اللي يجي في الكتفين ماهوش كم. ها هو هذا واش نديرو به حنا. هذا كل جهه من لاريكات كل كوبي نحط له وحده،
يعني راح يجيو مكمشين بهذا الشكل. قال يبقاو لي هذاك نخدموا به كم الفراشات هذوكم اللي راهم محطوطين في الكتاف بهذا الشكل. ماشي حاجه كابسه كما تشوفوا فيه الموديل، ماشي هكا لي طايحين على الكتف، لا يجيو جوست مع الكتاف ديكوراسيون فقط. انا نورمالمون شوفي ماذا بيا انا مع الكفه وكلشي يخرج 10 سنتيمتر، بصح نعملوا حساب الكفه تاعنا نديروه 12 نكملوا هنايا نهبطوا ب 12 كملي 12 ومن بعد تبدي 10 وخرجي امورون تخرجي بهذا الشكل. ها هك باش نفيتي عليا انا ماذا بيا هادو كل حيجوا فيها البليات يبقى عامل هذيك الفولون مليح كيما تشوفوا فيه. وقصي تحصلت كنحسب لك الطول تاعو. نحاولوا نقصوا على 130 كي تحليها. دركا هذه بعد ما نقص نكمل نركب الكتاف ونقصوها. الله حبوباتي بديتكم بالخطوه الاولى نتاع السروال. يا اخي قلنا كانوا مخيطين هكا فصلناهم بهذا الشكل. نخيطوا لي كوتي هادو الاولين، ها لي كوتي هادو الاولين، من بعد هك يلا خيطيهم وسرجيهم، فهمتي تما فينيها بس كي راح تتخيط منها ما تقدرش تفينيها من بعد. ها بهذا الشكل. دركا كيفاه ها السروال بدا يبان. دركا نخيط هاك وندور 1 سنتيمتر نطلع منه ونهبط. حاجه واحده برك نقولها لكم هنا، اللي تغيب لها انها تخيط وتبدا من تحت وتبدا القماش يهرب لها، تبدا منه وتهبط، زاد تبدا منه وتهبط باش ما تخليش هذا. لازم هذوما لا فينيسيون تخرج الخط هذا فوق الخط هذا ما تخربطيش. اوكي يعني تحطي هنا اون بانجل دبوس وتخيطي من الوسط حتى الاسفل، من الوسط حتى الاسفل. درك انا نروح نخيطو منا ونسرجي ونوريكم كيفاش نركب لاستيك، لانه السروال بسيط كلاسيك يجي مع كل الناس ويصلح لكم الكل. عندك سروال نوضي حضريه. فوالا حبوبتي هاني خيطتو وسرجي، يعني خيط وسرجي. دركا نقلبوه. ها هو السروال تاعنا بداش يبان. ها السروال بداش يبان لانه ولا تحدد لحد شي. نجيو هنا يا اخي زدنا 10 سنتيمتر، نقسموا 10 سنتيمتر على 2 اللي هي 5 حساب 5 سنتيمتر اللي باش نحطوا فيهم نديروا نقلبوا عليها لا عفوا لاستيك. هنا شوفوا معايا هاي 5 سنتيمتر تاعك وندير هك. ها 5 سنتيمتر وتقلبي، يعني هذيك كي راح تقلبي عليها. ها وكي تغيب لك نرسم ال10 سنتيمتر تاعي اللي هنا نقلب ونخيط. ها عندنا لاستيك قلنا دورة الحزام 88 يعني على 2 نلقاوها 44. ديري 44 مع الخياطه تاعك تخرج لها سوا، يعني 44 سنتيمتر بهذا الشكل. نخيط ال1 سنتيمتر راح تنقص اكيد راح تجيها في التشباح، يعني كي تخيطي 1 ولا 2 سنتيمتر في اللاستيك انت تعمليه مضبوط. انا اصلا ماخذه القياسات، قلت لكم انا ناخذ القياسات مضبوطه، يعني هكا مزيانها قد يعني لا فيغ عفوا مثل لي بون الشريط تاعي محطوط عليها قد يعني هذا قيسها، هي هذه قياساتها المضبوطه. يعني كي نخيطوا حنا 1 سنتيمتر هنا بيان سور كي تلبس هي راح يتشبح لها ويخرج لها مع لاطاي، يرجع اوب يتلم لها مع لاطاي. راكم فاهمين عليا؟ دركا انا واش راح ندير؟ نقلب نخيط هذه لهنا ونخيط هذه لهنا بهذا الشكل ونحطها في الحزام نتاعي بكل بساطه. يعني نخيط لهنا اول حاجه نخيط لاستيك هنا ومن بعد نشبح لاستيك تاعي على قد هذه كامل، كيف فاهمين؟ وبعدها قلبي هك، فهمتوني؟ شوفوا معايا حبيباتي ركبت لاستيك دوك نوريكم. دوكا شوفوا شحال راح نزيد الطول عليه. هو راح نزيد حوالي 3 اصابع باش نعمل كفه كبيره، فهمتوا؟ باش نعمل كفه يعني نسرجي ونقلب هك. هذا بيان سور ملبوس وشارب اكيد راح يزيد هذا زايد عليه شويه هك بهذا الشكل. هاي اللاستيك ركبته بهذا الشكل اللي هو سرجيت خليته على الوجه تاعو ومن بعد تقلبي بكل بساطه. ها السروال تاعنا خرج فوالا كيما
عريض بلاش يهبل صيافي بهذا الشكل. فوالا ها السروال تاعنا قد هذاك زايد شويه فيتفضفاض على هذاك في العرض فقط كيما حبيتو. هي هاني سفجتها بلو بي فلوغوز، ها سفجه بلو بي هذيك النصف العلوي. هذوما المراوح اللي راح نديروهم كفيتهم كفه نتاع العبايه اللي هي رقيقه وقلبت. يعني كاش نهار نعمل لكم عليها درس. الكفه هذه تحتاجوها خصوصا اللي مع درس السرجي كيفاش يكفوا كفه كيعود القماش مفصل بابيون من تحت. يلا قلنا نحكموا الكتفين مليح. بعد ما نكملوا الكتفين ونعمل تقويره الاباط. تقويره الاباط درت منها 9 سنتيمتر وهبطت ب 20 سنتيمتر. اوكي نشغل هنا وحديها مليح مليح يكونوا كيما هاك لاصقين في بعضها. كيفاش راح نركبها انا؟ نقسم شوفي معايا مليح. نقسم الكتفين على 2. هاي ها نقسم الكتفين تاعي على 2 ونهبط بشكل نصف دائري. هنايا قداش راح ندير؟ انا هنا راح ندير 10. شوفي معايا 10 اللي هي تجي هونتي حتى لهنا. هاي 12 من هنا 10 لهنا ونبدا حتى نوصل لانه هي في منتصف الصدر قد في منتصف الصدر قد قداش هنا راح نبدا نخرجها نديرها 7 سنتيمتر. فوالا يعني ان الشكل النهائي تاعها يبدا من 7 سنتيمتر على 2 اللي هي من جهه الصدر. قداش الطول تاعها؟ عملتها 24. الطول تاعها 24. تابعوا معايا مليح. اي تجي كيما من القدام كيما من اللورا بهذا الشكل. ها ونخرج بهذا المستوى. شوفوا معايا كيفاش راح نخرجها نفصلها. ها نجيبوا حنايا هذا تاعنا نعملوا. طبعا ديما نقول لكم نعملوا المنتصف نحطوه لهنا ونبداو نكمشوا حتى نوصلوا لهنا. فهمتوا عليا؟ نحيو هذا على جنب. شوفوا لي مونش يخي قلنا قصينا زوز، وحده ابيبخي 2 دوا والاخرى مون با 7 ونص. فوالا كيفاش يجيو لي مونش. ها بهذا الشكل كنا نخليهم في يدي باش تفهموا كيفاش جاو. فوالا ها كيفاش يجيو لي مونش كيما هاك. شفتوا لي مونش كيفاش يجيو عاملين بتيت فولون دوبل فولون يهبلوا. خلاص ندير معكم جهه ها هما تحليهم كامل بهذا الشكل. وتبدي تخيطي. نحط المنتصف تاعي في الكتف بهذا الشكل. هاو المنتصف تاعك رونتيه عاملي المنتصف وحطيه بالدبوس اللي هو يجي في منتصف الكتف بيان سور. ونجيو لهنا نحطو ونبدو من البدايه حتى النهايه. شوفوا معايا مليح وركزوا. ها شتي كيفاش حطيتها شعره خارجه على القصه وين قصيت. علاش؟ باسكو من بعدها دركا كي نقفل مع بعضها بيان سور. ها خيطي هنايا مشي قد وعاملي حسابك واش عندك زايد. ما تعمليهمش متوازيين باش ما تجيش الجهه الاخرى كل وحده شكل. ديري وحده رايحه وحده جايه، بلي رايح بلي جاي، باش الجهه الاخرى كي تقلبي ما يجوش متعاكسين، يخرجوا نفس الشيء. انه وحده رايحه وحده جايه ما يجوش عاكمين نفس المستوى.
دركا نقلب ونخيطها من الداخل هذا الشكل. ها نخيط من الداخل. بدات تبان لكم، شفتوها كيفاش بدات تبان. مو بدات تبان. نروح نكمل انا النصف الثاني ونرجعوا نشوفوها مع بعضنا كيفاش نركبوا الكوبي. انا كي نكمل النصف هذا نبقى لنا غير الكوبي نركبوه اللي هو النصف السفلي للاليكات. حبيباتي اللي نسيت راكم نسيتوني، هذا الاكسسوار اللوغانو هذا راك تشوفوا فيه مضفور تاع الكروشي باش نحطوه لهنا. لا فينيسيون راح تجي تبان به هو، فاهمين عليا؟ شوفي كيفاش نبدا نطبقها هاك واحده وزوز فوالا، ونحطها نبدا منين تبدات الخياطه نتاع لا ديكوب اللي عملناها. تبعوني مليح ان شاء الله تفهموا عليا بيان. شوفوا ها اي لا فينيسيون قلت لكم به هو. دوك تبدا تبان وتبعوني. هنا هاني كملت. شوفوا كيفاش راح تجي اللي باش نحطوهم في الكوبي من تحت. ياكم شايفين على الفصاله تاعنا مع بعضنا قطعه بصاله. شوفوا الموديل هذا راكم تخيطوه على شحال من قماش، وماشي غير القماش تاع لا فيبران وكتان. يعني اي وحده حابه تعمل اونسومبل تخرج به تشفى على التفاصيل هذه، تخرج لها حاجه متقونه. انا هذه ما شاء الله راهي نمشي حتى هنايا راهي في فرنسا، وكل ما تجي تجيب لي القماش تاعها وتخيط عندي وتلبس حاجه خاصه فيها، يعني تلبس حاجه ما شاء الله كيما تحب، هي ستيل سبور وفي نفس الوقت مستوره حجابيست وزياده في نفس الوقت اللي هي حاجه خاصه بها، يعني ماشي البلاد والناس الكل لابسين كيفها. كم فاهمين عليا؟ رانا متفاهمين في كل شيء. ساعي بقات لي غير نقفلها، نعمل الظهر نفس الشيء ونقفلها ونركبوا الدرعين بطريقه كلاسيكيه جدا ونشوفوها بالشكل النهائي ان شاء الله. هاو الموديل بالشكل النهائي. طبعا اونسامبل صدقوني فضفاض يهبل وبيان سور على مولاته راح يكون احلى، لانه لاليكاتي قصيره اي تجي هكا، لاليكاتي تجيها قصيره مع ليونش قد ماشي كيما تشوفوا فيها في المانكا تجي هكا طويله، نو راهي تجيها قصيره، تجيها قد يعني مع ليونش مغطيه الارداف تاعها جوست. شوفوا الفكره ما شاء الله. على فكره الفكره هذه هاد الفصاله وهذا التصميم نقدروا نديروا به غوب كامله، يعني تصوروها هكا فستان كامل صيفي فلا فيبغان واحد القماش يهبل. هاهم لي مونش تاعنا كيفاش خرجوا فلا فيبغان. الموديل تاعها يهبل، يعني تقدر ديريها فستان كامل، نديروها بسروال كيما تحبوا. فوالا هاي انتظرونا في غرفات جديده وتصاميم جديده صيفيه، اسواء تاع دار ولا تاع خارجه باذن الله. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في موديلات جديده، وما تنسوش تفعلوا الجرس يجيكم كل جديد باذن الله. ومرودي رجعت باذن الله يعني وبقوه ان شاء الله.